هنعمل مع بعض النهاردة أكلة صحية ولذيذة ومشبعة وتنفع جدا جدا للناس اللي بتتبع نظام غذائي، اللي عايزين يعملوا دايت. بما اننا طلعنا من الشتاء ورمضان وكحك العيد، كل واحد زايد بتاع 10-15 كيلو، وداخلين على فصل الصيف. ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنسمي بسم الله، وانا هنا عندي 4 فلفلات رومي، هقطعهم بالشكل ده وانضف البذر زي ما انتوا شايفين كده. هقطعه قطع كبيرة، مش عايزاه قطع صغيرة، علشان لما تيجي تاكلي تبقي حاسة بالفلفلية وانتي بتاكليها. وهنا انا كنت مقطعه بصلتين كبار جوليان. انا عامله كميه كبيره علشان تكفيني اسبوع بحاله. كل يوم هطلع، ممكن احط معاه شريحتين بانيه مشويين على الجريل، او ربع فرخة او قطعة لحمة، كل واحد على حسب رغبته. واللي مش عايز برضو مفيش اي مشكلة. طبعا التوابل اللي انا حطيتها دي هنزل بيها في صندوق الوصف. التوابل دي هتودي الوصفة في حتة تانية خالص. وداعا لشوربة الخضار، من هنا ورايح هناكل الأكلة دي، مش هتزهقنا في حياتنا من الدايت، وما فيهاش حرمان. والتوابل مخليها في حتة تانية خالص. وهبشر هنا جوز الطيب. طبعا الوصفة دي بعد ما هتبل كل الخضار، وهحط عليه زيت زيتون واشويه في الفرن لمدة 45 دقيقة. بعد ما بتبرد بحفظها في التلاجة وتقعد معايا اسبوع كامل. انا هنا حطيت بقدونس وزعتر وروزماري، برضو من النكهات اللي بتدي الخضار طعم حلو جدا. وحطيت زيت زيتون اللي هو بيستخدم على السخن. وهقلب كل التوابل دي مع بعض، البصل بالفلفل بالتوابل كده تمام جاهزة. انا هنا كنت مقطعة كوسة وجزر وبطاطس مكعبات، يعني نفس المكونات بتاعة شوربة الخضار، بس دي الخضار المرة دي هيتعمل في الفرن، مش هيتحط في الشوربة. وفي ناس كتير ما بتحبش شوربة الخضار وبتبقى متعقدة منها علشان اكل عيانين وكده. الأكلة دي صحية مفيدة مغذية، فيها كل العناصر الغذائية، وعايزة اقول لكم بتشبع والله، مش هتزهقوا منها نهائي. كل يوم يعني ممكن تاكلي جنب منها فراخ، بانيه، لحمة. مش حابة ممكن تتاكل كده خالص، ومن غير رز ولا مكرونة ولا عيش ولا اي حاجة، وهتشبع. بس علشان نتبع النظام صح، من بعد المغرب ما ناكلش اي حاجه. ده عايزه اقول لكم لو اللي هتتبعوا الوصفه دي والله العظيم هتنزلوا في الكيلو بتاع 3 كيلو على الاقل. انا هنا نزلتهم في الصينيه وحطيت فلفل حامي للي حابب يعني، ومش الحابب لحاجه حراقه ممكن يستغنى عن الخطوه دي. انا هنا حطيت كوبايه ميه، وهحط ورقة زبدة اكرمشها بالشكل ده عشان تقدر تتطبق معايا واقدر اغطي الصينية. وحطيت هنا ورقتين لورا، وهغطي كده الصينية. وهجيب ورق الفويل، لان احنا عارفين ان الفويل ما ينفعش يلمس الاكل لانه مش صحي 100%. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة 45 دقيقة. بعد ال45 دقيقة افتح عليها واشوف ايه الاخبار. هو كده اوريدي استوى وكله تمام. اديله بقى لون كده حلو تحت الشواية علشان الواحد نفسه تتفتح. والله ريحتها تجنن والطعم لذيذ جدا جدا. يعني مش هتندموا ان انتوا تعملوا الوصفة دي، ومش هتزهقوا ان انتوا تعملوا دايت تاني وتقولوا حرمان ومش حرمان. بعد ما هتجربوا الوصفة دي هتقولوا وداعا للحرمان، ويلا بينا نخس على الاقل 5-6 كيلو عشان ندخل الصيف واحنا كده مبسوطين. اديني اهو بغرف، والله ريحتها في منتهى الجمال. بس يا ريت يعني اللي ياكل الوجبة دي
يبعد عن النشويات نهائي. هي ما فيهاش اي دهون خالص. زيت الزيتون مفيد وصحي. وده الشكل النهائي. ولو انتوا بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم، وياريت تكتبولي في الكومنت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بشكرك جدا، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.